الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقامة نائب رئيس جمهورية سوماليلاند عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي، معالي وزير قصر الرئاسة محمود حاشي عبدي، رئيس حزب العدالة المهندس فيصل علي حسين، معالي الوزراء والنواب وكبار مسؤولي الدولة، أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه ليوم مشهود يسجل في التاريخ بمداد من ذهب أن أتم الله علينا نعمة بناء هذا السد العظيم من قبل الإخوة الأشقاء والأحبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وأنعم عليه نعمة الصحة والعافية، وأدامه ذخرا للمسلمين. فمهما أشدنا بسموه الكريم لا نستطيع إيفاء حقه، فجزاه الله خير الجزاء على كل ما يقدمه لجمهورية أرض الصومال. نسأل الله أن تكتب في صحيفة حسناته. الشكر موصول لصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه على الجهد الكبير الذي قدمه لإتمام هذا المشروع المبارك، الذي سوف يعم نفعه جميع البلاد، وسوف يساعد هذا المشروع على التقليل من قلة المياه المنتشرة في البلاد، وهو يعتبر أول سد في تاريخ بلادنا يبنى بهذا الشكل العلمي المتطور. لقد تم هذا المشروع من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ولقد سبق هذا المشروع إتمام مشروع المسلخ في مدينة بربرة بتمويل شريف من دولة الإمارات العربية المتحدة. فعطاهم وكرم دولة الإمارات العربية المتحدة منتشر في كل منطقة من مناطق جمهورية أرض الصومال، وهناك العديد من المشاريع المستقبلية التي سوف تمدنا بها الدولة الصديقة الوفية لبلادنا دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نسأل الله أن يديم عليهم الرخاء والرفاهية والأمن، وأن يزدادوا تقدما فأكثر. إن عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وعلى رأسهم شيوخ دولة الإمارات جميعهم، حيث أن خيرهم غمر جمهورية أرض الصومال، فجزاهم الله خير الجزاء. وهذا كله إرث المغفور له بإذن الله الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وورثه من بعده أبناؤه الأفذاذ الذين ساروا على نهج والدهم في الأعمال الخيرية، فبارك الله فيهم جميعا. لا ننسى في هذه المناسبة الكريمة أن نشكر الأخ الفاضل مدير المكتب الهندسي لسمو الأمير منصور بن زايد آل نهيان الأستاذ محمد بن راشد الكتبي، والطاقم الذي يعمل معه مثل المهندس سلطان الحبابي والمهندس محمد المري وجميع فريق العمل الذي عمل معنا في هذا المشروع، فلهم جزيل الشكر والامتنان. وأيضا الشكر موصول لشركة كونسير المنفذة للمشروع على الجهد المبذول من قبلهم. وهذا كله تم بفضل من الله، ثم بتوجيهات من رئيس جمهورية سوماليلاند أحمد محمد محمود سيرايو، الذي عمل بكل جهد لإتمام هذا المشروع. والشكر موصول أيضا لسفير جمهورية سوماليلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة معالي السفير باشا عول عمر، الذي قام بمجهود جبار في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين، وهو يعتبر سفير نشط جدا في هذا المجال، وهو من أنشط السفراء، فله جزيل الشكر والعرفان. وفي الختام نسأل الله أن يديم المحبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سوماليلاند أرض الصومال. والسلام عليكم ورحمة الله. آسف لقد تم إعطاء اسم هذا السد باسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما ترون في هذه اللوحة. أصبح اسم هذا السد سد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.